الفيديو ديال اليوم مهم بزاف، موجه للشباب بنات وولاد، وحيت القناه ديالي غادي تكون مهتمه بمواضيع تطوير الذات وعلم النفس واي حاجه متعلقه بتغيير شخصيتك وكيفاش تبدل شوفتك للحياه. ما علينا، خليني نعاود ليك على هاد المشكله اللي بسببها دخلتي لهاد الفيديو، هي مشكلة إدمان الإباحية. واللي نقدر نقول لك افلام البورنو. الادمان على البورنو من بين اكبر المشاكل اللي كيعانيو منها بزاف ديال الدراري، وزيد عليهم حتى البنات. هادشي علاش خاصكم تعرفوا بلي الناس اللي مبليين بهادشي كيطرى لهم بزاف ديال المشاكل في حياتهم، مشاكل في الصحه ديالهم ومشاكل في النفسيه ديالهم، وماشي غير هادشي وصافي، حتى مشاكل اجتماعيه. ولكن شوف خوك النور داز معاك، غادي نعطيك طرق سهله، سهله ماشي صعيبه صح، ولكن خاصك تعرف هاد الطرق بساط، ولكن ماشي ساهل باش تبدل واحد العاده، حيت يخصك شويه ديال الوقت ويخصك العزيمه، واهم حاجه الاستمراريه، وتكون قاصح مع راسك. وكيف كيقول واحد المثال، حتى حاجه من مستحيله صاحبي، وهادشي موجه ليك انت وحتى انتي. يلا قبل ما نبداو، كل واحد ياخذ المشروب المفضل وتكون سونطراليه مع هاد الحوايج اللي غادي نعطيك دابا. اول خطوه غادي دير، غادي تشوف ليك واحد كتثيق فيه، صاحبك، صاحبتك، ولا خوك، ولا الحب ديالك، المهم اي واحد كتثيق فيه، وعاود ليه على البليه ديالك وقول ليه باللي راك باغي تبعد من هادشي في مره، باش هو يقدر يعاونك ويوقف معاك. وكاين حاجه اخرى، تقدر تهضر مع راسك باش تحبس هادشي. تقول لي كيفاش؟ غنقول لك تحدى راسك، ومع الصبر والمداومه غادي تحبس هاد البليه ان شاء الله، الا كانت عندك النفس حاره. ندوزو للخطوه الثانيه، ولكن بلا ما تقول لي ما عنديش هادي ولا ديك الهضره الخاويه باش تقنع بها راسك. انا خوك، وهاد القناه درتها غير باش نعاونك. داكشي لاش خاصك ما تكذبش عليا، ومسح اي حاجه متعلقه بداك العجب، مسح تصاور، فيديوهات، وإلا كانوا حتى الاوديوات مسحهم، مسح كل شيء، ما تخلي حتى حاجه. شنو غادي دير؟ هز تليفونك وقلبو مزيان، وحيد اي حاجه بانت ليك مثيره، حيت كون مأكد يقدر غير اوديو كيحرك الشهوه ديالك ولا تصويره غادي يخليوك ترجع لكل شيء وبواحد اللهفه زايده بزاف. هادشي علاش من مصلحتك مسحهم دابا، اش كتسنى باش ما تقولبش. ثالث حاجه واللي مهمه وتخليك تنسى بالزربه، حاول شحال ما قدرتي عمر وقتك بشي حاجه تنفعك. سير دير شي رياضه كتعجبك، ولا دير شي هوايه كتعجبك بحال الرسم وعمر به وقتك. المهم حاول دير شي حاجه، ما تبقاش غير جالس وفي نفس الوقت تفيد راسك. رابع خطوه، ما تخدمش بالانترنت الا لك انت تجاوب على ميساجات مهمه، ولا كنت تقلب على شي حاجه متعلقه بالقرايه ديالك، ولا دخلتي تتفرج في الفيديوهات، حاول ما امكن تتفرج في فيديوهات تستافد منهم بحال شي فورماسيون. المهم ما تشدش التليفون وتبقى طالع هابط في الانستغرام ولا الفيسبوك، حيت من تما تلاقى بشي تصويره ولا فيديو وغادي يطلع عليك الريزو وتقصد السوبر. المهم راك فهمت شنو بغيت نقصد. والحاجه الخامسه اللي خاصك دير هو التحكم في راسك. ملي تجيك ديك الشهوه وتحس براسك باغي تدخل لشي سيت ولا شي حاجه اللي غادا تديك لعالم الشهوات، حاول تجرب هادشي. الا كنتي جالس نوض، وقف، تحرك لك، جيب لك شي دوره، المهم يضرب فيك البرد. ولا ما قدرتيش تضرب دوره، حاول تشرب الماء بارد ولا شي شدويشه بما بارد تكون من الاحسن. والخطوه الاخيره، حاول تعطي لراسك واحد المكافاه في كل نهار ما شفتي فيه حتى شي تصويره ولا شي فيديو ديال البورنو. حاول تاكل شي ماكله كتعجبك وفرح براسك، حيت هادشي انجاز كبير اللي درتي. ولا سير شي بلاصه عزيزه عليك، المهم هو تكافئ راسك بداكشي اللي كيعجبك في كل مره تغلب شي فيها على الشهوه ديالك. اسمع اخويا،
سمعي اختي، راه هادشي عنده اضرار كبيره على الصحه ديالك، وحتى النفسيه غادي تاثر عليك وتدخل في اكتئاب، وتبقى ديما كتحس براسك معصب ومقلق، وحتى الانرجي ما تبقاش عندك باش دير شي حاجه، وتبقى ديما كتلوم في راسك. هادشي لاش غادي نعطيكم احسن نصيحه اللي نختموا بها هاد الفيديو، واللي هي الصلاه. الصلاه، حاول تصلي في الوقت وقرا القران، حيت هاد جوج حوايج غادي يخليوك تحس بواحد الراحه نفسيه كبيره، ويبعدوك على كاع دوك الشهوات اللي غادي تدمر بها حياتك. هنا غادي نكونوا سالينا الفيديو، وإلا كان شي واحد قريب لك كيعاني من هذا المشكل صيفط ليه هذا الفيديو، راك تقدر تبدل حياتك وحياته. حاولت ما امكن نلخص ليك هذا الشيء، حيت حتى انا بحالك دزت من هذه المرحله وحاس بيك، داكشي علاش درت هذا الفيديو على قبلك. وما تنساش دير ابوني واكتيفي الجرس باش يوصلك الجديد انت الاول. وإلا كنتي مازال ما درتيش لايك ديرها صاحبي، اش كتسنى؟ وخلي شي تعليق زوين في حالك. واهم حاجه الا كان عندك شي موضوع كتبوا لي في الكومونتير باش ندير عليه الفيديو الجاي، حيت هادشي كامل داير غير عليك انت ولا انتي باش نفيدكم. نتلاقاو في فيديو جديد، كان معاك نورداز شخصيا. تهلاو.